الاسم اللقب ياسين تركي، العمر 22 سنة، المهنة طالب. الحقيقة تعربي برشا حاجات أثارت اهتمامي. النقطة الأولى هي الاسم تاع الحزب اللي يحمل وراه سر. التطرق يعني الحزب الجمهورية الثالثة، يجب أن نمر عن طريق الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية. الجمهورية الأولى هي جمهورية يعني ما بعد الاستقلال، أي ما بعد 20 مارس 1956. الجمهورية الثانية هي دولة ما بعد الثورة، أي ما بعد يوم 14 جانفي 2011. ومن خلالها يعني اكتسبنا العديد من القيم والمكاسب المهمة للغاية، كما الحرية وكما الإنصاف وكما العدل. وانتقلنا يعني من مرحلة إلى مرحلة مهمة للغاية، من مرحلة الحزب الديمقراطية إلى مرحلة الأحزاب الديمقراطية، أي من مرحلة الحزب الواحد إلى مرحلة الأحزاب الحاكمة، من مرحلة التفريق يعني الجمع ما بين السلطات إلى مرحلة التفريق ما بين السلطات. النقطة الثانية هي نقطة الباب يعني اللي لقاه اهتمام كبير من الحزب، اللي هو الباب الاقتصادي، واللي هو مهم خاصة في ظل الاقتصادي اللي تعيشه بلادنا. مثلا انه صارت الديغراداسيون نتاع النود سوفرين نتاع البلاد التونسية من CAA1 إلى CAA2 يعني مع آفاق سلبية من قبل يعني موديز، اللي هي يعتبر شيء مؤسف. النقطة الثالثة هي الأشخاص المحيطة بالحزب والناشطة في الحزب، اللي هي أشخاص عندها تجربة يعني وعندها إكسبيريونس وعندها فورماسيون معناها مهمة للغاية، واللي هي قادرة تحقق الإضافة وقادرة تفيدنا للغاية. الواحد ينجم يحكي على المدى القريب والمدى البعيد. المدى القريب ماذا بينا نصلح الوضعية الحالية للبلاد، سواء يعني من وضعية اقتصادية خايبة، وإلا من المقدرة الشرائية مثلا خايبة، وإلا من مشاريع يعني بلوكي. على المدى الطويل ماذا بينا يعني نخدموا على حاجات يعني مهمة للغاية، كما تطوير السياحة، كما حاجات اللي تجيب لنا الاستثمارات واللي تجيب لنا الفلوس. ويقال بالنسبة لي أهم نقطة أنا اللي لازمنا نتصداو واللي لازمنا نحيو الاقتصاد الراعي في البلاد هذه، خاطره يعتمد على امبيغر مافيوز، يعني اللي مافيات وكذا اللي غالقة يعني فكيها على عديد من القطاعات، وما تخليش يعني منافسة نزيهة، وتسكر على برشا منافذ عن طريق برشا شروط يعني خايبة. بالنسبة لي الحزب عن طريقه يعني هي وسيلة باش نقدم الإضافة، وباش نستفيد زادة من تجارب الآخرين، باش نكون إنسان يعني مشارك في الحياة المدنية، باش يكون لي مقدمة للحياة السياسية، الحياة يعني زادة البروفيسيونيل. ماذا بينا مادام تونس عطاتنا ملي احنا صغار، ماذا بينا اليوم نعطيوها كما هي عطاتنا.